مع بداية الشغل في السد العالي اتفاجئوا بان في اكتر من 20 معبد هيغرقوا مع بحيرة ناصر، منهم معبد ابو سمبل. علشان كده قررت مصر ان هي تطلب المساعدة من منظمة اليونسكو بحكم ان ده اثر عالمي مهم. وفعلا اقترح اليونسكو الحل الاسلم في الوقت ده، اللي هو تقطيع المعبد وتركيبه مرة تانية. علماء الاثار وبالذات علماء المصريات خافوا جدا على المعبد، لان حتى لو تم انقاذ المعبد لكن تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني ممكن ما يحصلش ابدا. لكن تم نقل المعبد بنجاح واستمرت عملية تعامد الشمس. اما بقى في سنة 1974 لو ان موميا رمسيس الثاني هتتلف من الفطريات والبكتيريا، فاقترح رئيس فرنسا في الوقت ده ان هو يتم نقل موميا رمسيس علشان يتم علاجها في فرنسا. مصر عملت جواز سفر دبلوماسي لرمسيس الثاني وتم استقباله هناك في فرنسا زي الملوك ب21 طلقة. ومع كل الجدل اللي حوالين شخصية رمسيس الثاني حول ان هو فرعون الخروج، الا ان كل العالم دايما عنده استعداد ان هو ينقذ اثر ليه، وده دليل على قوة شخصية رمسيس الثاني حتى بالرغم ان هو ميت. النهارده بقى هنحكي في قصة انسان عن قصة رمسيس الثاني. بس قبل ما نبدا يا ريت ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا جرس الاشعارات عشان يوصلكوا كل جديد، وتعملوا لنا لايك للفيديو عشان ده بيشجعنا ان احنا نكمل ونقدم حلقات احسن، وتكتبوا لنا تعليق تحت عن رايكم في الحلقه والحلقات اللي عايزين نعمل عنها. يلا بينا. قبل رمسيس الثاني ما يتولد في احداث لازم نقول عنها علشان نعرف البيئه المؤثره عليه. اخناتون لما دعا لعبادة اتون اهتم بس بالدعوة لعبادة اتون، اما المملكة الواسعة المترامية الاطراف ما كانش مهتم بيها. وكان في رسائل بتنبعت ليه وللملكة تي امه علشان يبعتوا تعزيزات لمساعدة الشام اللي هي كانت تحت حكم مصر في الوقت ده، بس انفصلوا عن مصر. وجاي بعد اخناتون ملوك اضعف منه للغاية، لغاية ما يحكم واحد من الجيش اسمه حور محب. ده كان كبير وما كانش عنده اطفال، فعين رمسيس الاول اللي هو برضه كان من الجيش ولي العهد بتاعه، لان كان رمسيس الاول كان عنده اولاد وكمان كان عنده احفاد منهم رمسيس الثاني. المهم يموت حور محب، وبعده على طول بحوالي سنة يموت رمسيس الأول ويمسك ابنه سيتي الأول ملك مصر، ويكون رمسيس الثاني ولي عهد لأبوه سيتي الأول. رمسيس الثاني بقى كان شعره أحمر، ليه أنف بارز وخدود بارزة، وكان متمتع بصحة كويسة. اتعلم الحساب وعلوم مختلفة، ده غير ان هو اتعلم القوس وتعلم الخيل وتعلم التصويب على العجلات الحربية. حصل في عهد ابوه شغب عند مدينة قادش، فسيتي الاول راح حارب الحيثيين وعمل معاهم هدنة في مقابل ان ياخد الساحل وهم هياخدوا قادش. بس رمسيس الثاني اللي اتربى في عيلة وفي زمن لا يقدر الا القوة كان عارف ان قادش قبل الحدث ده كانت مصرية، وده ما غابش عن باله ولو لحظة. المهم بعد 21 سنة هيموت سيتي الأول، وهيعمل رمسيس الثاني مراسم الدفن والتحنيط الملكي، وهيدفن سيتي الأول في أفخم مقابر وادي الملوك. وزي ما قلنا قبل كده هو أدرك إن الملك القوي هو اللي بيسيب إنجازات عظيمة، علشان كده كان بيبني وبيجدد معابد على طول مصر، وعمل مدينة جديدة اسمها بر مصيص علشان تكون مركز لقوى الجيش إذا حصل أي حركة من الحيثيين علشان يخشوا على مصر إذا حبوا إن هم يحتلوها. وكانت المدينة دي كانت محصنة بطريقة قوية جدا، لأن النيل كان ليه 7 فروع في الوقت ده، وكانت المدينة دي ما بين فرعين، فعشان كده كانت محصنة جدا. ده غير إن هو عمل معبد الأقصر وحط قدامه 6 تماثيل ليه، وانتهى من بنى بهو الأعمدة في الكرنك علشان يتم افتتاحه للناس. ده غير معبد أبيدوس، واشهر معبد ليه هو معبد ابو سمبل. المعبد ابو سمبل مكون من معبدين منفصلين. المعبد الاول كان لعبادة رمسيس الثاني وامون، اما المعبد الثاني كان لعبادة نفرتاري والالهة حتحور. وده هنشوف ان قد ايه كان رمسيس الثاني كان بيحب زوجته نفرتاري. ده غير ان هو بنى معبد الرميسيوم. كل الانجازات دي غير معركة قادش اللي قدر بعد حوالي اكتر من 10 سنين حرب ان هو يعمل معاهدة سلام مع الحيثيين ويثبت اركان مصر في الشام. في حياته الخاصة بقى كان رمسيس الثاني كان عنده ملكة رئيسية وهي نفرتاري، وكانت اكتر زوجة بيحبها، وخلف منها حوالي 6 اطفال، واللي كان منهم امون حور خبشف
اللي هو كان أول ولي عهد لأبوه رمسيس الثاني، بس يموت في حياة رمسيس الثاني. بنى ليها معبد جنائزي مخصوص في النوبة، وده كان شيء استثنائي. ده غير لما ماتت اكتشفنا مقبرتها في وادي الملكات، وعرفنا قد ايه هو كان بيحبها من كتر الاتقان اللي حصل في مقبرتها، اللي هي تعتبر اجمل مقابر في مصر الفرعونية. بعد ما ماتت رقى إسر نفرت علشان تكون الزوجة الرئيسية ليه بعد ما ماتت نفرتاري وبرضه تموت. فمن هنا هيقرر ان هو هيرقي بنتين ليه، واحدة من نفرتاري اللي هي اسمها ميرت امون او العروسة زي ما بيسموها هناك في اخميم، وبنت إست نفرت اللي هي كانت اسمها بنت عنتا، وخلاهم زوجاته الرئيسيات. وخلف رمسيس على طول حياته اكتر من 100 ولد وبنت. في اواخر ايامه علماء الاثار كانوا مختلفين، اما مات وهو عنده 91 سنة او 99 سنة، بس اللي اتثبت من الموميا بتاعته ان هو كان عنده تحدب شديد جدا في ظهره، وكان عنده التهاب في اللثة، وكان عنده التهاب في المفاصل، وده كان بيمنعه من الحركة. ومات بعد ما حكم مصر حوالي 60 سنة. وهنا بقى هتيجي إشكالية فرعون موسى، بس على حسب موميا رمسيس الثاني فالتحدب الشديد جدا في ظهره ده غير التهاب المفاصل اللي كان بيمنعه من الحركة، كل ده بيبطل أسطورة فرعون موسى، لأن فرعون موسى كان هو قائد للجيش اللي غرق بعد ما انشق البحر، وبالتالي افتراض ده غير صحيح، لأن رمسيس الثاني كان كبير جدا وكان في أواخر أيامه كان بيتشال على كرسي. ومن هنا نشوف ان الشخصيات المهمة والعظيمة في التاريخ هي اللي بتكون اكثر الشخصيات جدلا، زي شخصية رمسيس الثاني اللي مفيش متحف في اوروبا او مفيش متحف في امريكا مفهوش اثر واحد لرمسيس الثاني. فمثلا في فرنسا اشهر ميدان في فرنسا هو الكونكورد، موجود فيه مسلة شامخة بتدل على قوة رمسيس الثاني لغاية دلوقتي موجودة. وبس كده خلصت حلقتنا عن قصة إنسان بتاعت رمسيس الثاني، بس يا ريت ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا جرس الإشعارات عشان يوصلكوا الحلقات الجديدة، وتعملوا شير للحلقة بتاعتنا علشان نكبر القناة بتاعتنا. مع السلامة.